حبيبتي احلى طواجن رز. طبعا النهارده ان شاء الله باذن الله لمينا كل اسرار الفلاحين والصعيده والاسكندرانيه والمصاروه وكل حاجه في طواجن الرز بتاعتنا اللي احنا عملناها ديت النهارده. الشكل ده اللي طبعا على الطعم وشكل الرز من جوه. الطواجن بتاعتنا النهارده عملناها بالكبد والقوانص، تمام. وعملنا كمان جنبها طاجن البطاطس المكعبات، مختلف شويه بس ان شاء الله باذن الله لو عملتي الاكله ديت هتكون جميله جدا. لو عاوزه تعرفي احنا عملنا ايه يلا بينا نخش الفيديو. لو انت مش من عيله الكومي لازم ان شاء الله باذن الله تشتركي وتفعلي الجرس عشان تبقي مع ميرفت الكومي، مع عائله الكومي. هنا كل حاجه هتعرفيها، اي حاجه قبل ما تيجي في دماغك هتعرفي الاجابه بتاعتها، وهتعرفي ان شاء الله باذن الله طريقتها من هنا من عندنا. يلا بينا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونشوف احنا عملنا ايه النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفيني انا ميرفت الكومي، قناه خبره سنين. لو انت مشتركه معايا حضرتك هتعرفي ان القناه ديت متنوعه، كل حاجه ان شاء الله باذن الله هتلاقيها فيها. قناه دنيا مفتوحه، كل حاجه حضرتك بتتمنيها وعاوزه تعرفيها هتلاقيها في مطبخ الكومي هنا. ولو حضرتك مش مشتركه تشتركي وتفعلي الجرس عشان اكيد تصبحي من عائله الكومي هنا، وهنبقى كلنا واحد وان شاء الله باذن الله اللي انت عاوزاه وبنفيد ونستفيد من بعض. حبيبه قلبي النهارده هنعمل طاجن الرز. طاجن الرز ان شاء الله باذن الله يعني انا لميت لك كل حاجه اللي هو الفلاحي مع الصعيدي مع الاسكندراني اللي احنا بنعمله هنا، وهعمل لك طاجن الرز بالكبد والقوانص فيه مميزات كل الفلاحي والصعيدي وكله في طاجن واحد. النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمله بطريقه مميزه. اكيد عارفين ان مطبخ الكومي هنا لازم بيعمل حاجه مميزه. دلوقتي انا معايا ايه؟ بصي يا حبيبه قلبي، انا معايا كبد وقوانص بتاعه الفراخ اهي، تمام. الكميه اللي انت عاوزاها، مش هشترط يعني مثلا نص كيلو ربع كيلو حسب ما انت هتعملي وحسب الطاجن ان شاء الله باذن الله الكميه اللي هياخدها من الرز. ومعايا طبعا كميه رز ومعايا اللبن. طيب معايا هنا اهو بصي يا حبيبه قلبي دولت يعتبروا 3 معالق خل، تمام. انا هنزلهم كده على الكبد والقوانص ولازم نعمل كده. طيب انا هعمل ايه تاني؟ انا برضو هقرب الكبد والقوانص بتاعتي كده وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لو انت مشتركه معايا من زمان هتعرفي ان انا غيرت الرخامه بتاعتي. يعني الرخامه بتاعتنا كانت الاول لونها فاتح، دلوقتي غيرنا الرخامه. عشان كده الفيديو اللي قبل دوت كنت مصوراه مش في المطبخ، كنت مصوراه بره، تمام. وهحط ليمون كمان. يا ميرفت بتحطي ليمون وخلي ليه يا حبيبه قلبي؟ اي حاجه لحوم او اي حاجه ان شاء الله باذن الله احنا بنعملها بننزل عليها بالخل، بننزل عليها بالليمون عشان تمنع نسبه الزفاره اللي فيها، تمام. طيب انا كده نزلت بليمونتين عشان معايا بسم الله ما شاء الله كيلو وربع كبد وقوانص. انا جايبه كيلو طبعا الفراخ بتاعت الشهر بتاعتي، فخدت كمان الكبد والقوانص بتاعتها. طيب وهي كده ان شاء الله باذن الله في الخل والليمون بتاعي هبتدي. بصي عادي خالص لو انت عاوزه تحطيها كده في طواجن الرز بتاعتك، بس انا بعمل ايه؟ انا بقطعها على اساس لما باجي اغرف الرز بتاعي فهي هتبقى حتت صغيره فيه، تمام. هيبقى شكلها احسن وفي نفس الوقت غير لما اللي هيقعد طبعا ايه يجيبها من الرز ويقطعها عشان ياكلها وكده، فهتبقى المعلقه على طول هياكل الرز مع الكبد والقوانص ديت. طيب السوا ايه يا ميرفت لو انا سبتها كده ولو انا قطعتها السوا بتاعها ايه؟ بصي يا حبيبه قلبي لو هي كبيره كده اوريدي حتى تستوى معاكي عادي خالص زي الصغيره، يعني مش هيختلف معانا السوا. دلوقتي انا هقطعها. بصي انا هقطع القنصه بتاعتي ديت على 3 لاني مش عاوزه اطول عليكي الفيديو، تمام. وهقطع الكبد بتاعتي ديت برده وهرجع لكم ان شاء الله باذن الله نشوف احنا قطعناها والخطوه الثانيه اللي هنعملها مع بعض ايه. قبل طبعا ما اسيبك دلوقتي واروح اقطع الكبد والقوانص ديت لازم تكوني مولعه الفرن بتاعك. لو انت بتعملي معايا زي البنات اللي بيكلموني ويقولوا يا ميرفت احنا بنفتح الفيديو وبنحضر المقادير وبنعمل معاكي واحده واحده، حبيبه قلبي لو انت هتعملي معايا طاجن الرز النهارده دوت هتولعي الفرن عندك، تمام. الفرن 220، الفرن 180 هتولعيه مش هتوطيه وهتسيبيه يسخن لحد ما هنحضر الحاجه بتاعتنا دي على اساس الطواجن بتاعتك تدخليها على طول عاوزه نار عاليه، تمام. خلاص يلا بينا وهقطع الكبد والقوانص ديت وارجع لكم تاني.
بصي يا حبيبتي كده قطعت الكبد والقوانص بتاعتي زي ما انت شايفه كده. تمام. انا قطعتها على 3. برضو ده اختياري، قطعيها على 2، قطعيها ما تقطعهاش خالص، اوكي عادي، هتستوي مع الرز ان شاء الله باذن الله وتبقى جميله جدا. طيب دلوقتي انا هعمل ايه؟ انا هحضر صينيه معايا. تمام. لان اوعي انك تنزلي معاكي الكبد والقوانص زي ما هي كده وتحطيها في البريم. تمام. لا، لازم ان شاء الله باذن الله في خطوه هنعملها مع بعض دلوقتي، لازم على البوتاجاز مع الكبد والقوانص دي على اساس تبقى كده ننزلها في الطاجن بتاعي على طول. دلوقتي يلا بينا وهنشوف هنعمل ايه في الكبد والقوانص. بصي يا حبيبتي كده انا حاطه الصينيه ما فيهاش اي حاجه طبعا ولا ماده دهنيه ولا اي حاجه. بنقلل من الدهون على اساس دلوقتي لما نعمل البرام بتاعنا. بصي انا هنزل بسم الله الرحمن الرحيم، هنزل كميه الكبد والقوانص اللي معايا كده بسم الله. حسب ما انت عاوزه، يعني انت ما تقوليش كميه كبيره لا عشان مش هتبان، لا، المهم ان حاجه اقطعها معاكي الاكل. بس عاوزه تحطي كيلو، عاوزه تحطي نص، بحريتك خالص. تمام. انا عشان هعمل كميه عندي فعشان كده كمان هاخد منها ان انا هعمل بطاطس مكعبات في طاجن كمان. فان شاء الله باذن الله لو الفيديو مش هيطول معايا فاكيد هوريكي انا هعمل ايه. بصي يا حبيبه قلبي انا نزلت كده الكبد والقوانص بتاعتي كده نزلتها. طيب انا هعمل ايه؟ هحط دلوقتي الفلفل. تمام كده انا هحط الفلفل وهحط الملح، مش هحط اي بهارات تانية. تمام. لان دوت رز يا بنات، فمش عاوزين اللي احنا نغير من الطعم بتاعه. فكده انا هحط الملح بتاعي والفلفل الاسمر وهقلب كده وهسيبها بقى ان شاء الله باذن الله انها تستوى معايا، تعتبر نص سوا او هتخش كمان على 3/4 السوا، على اساس طعمها ما يغيرش الرز بتاعي. انا عاوزاها انها تبقى متشوحه تمام كانك انت بتشوحي فراخ. فانا هسيبها كده زي ربع ساعه او 10 دقايق وان شاء الله باذن الله نرجع نشوف احنا هنعمل الرز بتاعنا ازاي. تمام. انا ممكن هاخد منها كميه كمان زي ما انا قلت لك واعمل بيها البطاطس. بصي يا حبيبتي احنا عاوزين الميه بتاعه الكبد والقوانص دي انها تشربها خالص. تمام. طيب على ما تشرب الميه بتاعتها دي انها تنشف معايا عشان اخد منها زي ما انا قلت لك للبطاطس اللي انا هعملها. هعمل البطاطس معانا بطريقه مميزه النهارده برضو، هعملها في الطاجن ان شاء الله باذن الله، هدخلها في الفرن. انا كنت هعملها على البوتاجاز انما من طول ما الفرن شغال فالاثنين ان شاء الله باذن الله هننزلهم مع بعض دلوقتي في الفرن وهنشوف شكلهم. دلوقتي انا حاطه طاجن على الناحيه الثانيه وحاطه فيه ماده دهنيه قليله جدا، يعني حاطه نص معلقه سمنه. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل البطاطس بتاعتي. تمام. معايا دلوقتي حبيبه قلبي بصلتين انا مقطعاهم زي شرايح كده زي ما هوريكي دلوقتي، على اساس بحب في طريقه البطاطس دي ان البصل يبقى باين. لو انت طبعا في اطفال ما بيحبوش البصل فانت ابشريها مش هتبان خالص وعادي. برضو الوصفه هتنجح معاكي وهتبقى هي. بصي يا حبيبتي انا هنزل بالبصل كده. طيب لما هنزل بالبصل كده هنزل ان شاء الله باذن الله بشويه فلفل كده على البصل، وهنزل كمان بشويه ملح صغيرين، اعمل حساب اللي انا حاطه على الكبد والقوانص بتاعتي ملح. تمام. انا عاوزه البصله بتاعتي ان انا ادبلها تتبل معايا. تمام. لان انا هعمل الطاجن دوت هيعتبر ني كده، وانا بعمل كده على البصل عشان البطاطس بتاعتي تاخد الريحه الجميله من البصل. هنزل بكميه البطاطس اللي عندي. تمام. مش بحب احضر الحاجه، لا انا بحب كل حاجه تبقى قدامك. يعني انا بجيب البطاطس بشطفها برضو وانا معاكي، كل حاجه بتبقى واحده على اساس كانك انت في المطبخ. انا هقلب البطاطس بتاعتي كده. تمام.
في عندي واحده اهي، ماشي. دي اسمها بطاطس مكعبات، عاوزه تعمليها اللي هي حلقات اوكي عادي، هتنفع جنب الرز دوت برضو، ماشي. طيب احنا هنسيبها بقى مع بعض كده شويه. طيب محضره ايه يا ميرفت؟ انا محضره الطماطم بتاعتي، تمام. كل ده هيبقى مع بعضه كده اهو زي ما انت شايفه، سهله وبسيطه. حتى لو انت جايه من الشغل، لو جالك ضيوف على فجاه، هتعملي الاكله ديت خفيفه ما فيهاش اي حاجه. بصي كده اهي، تمام. طيب وانا بعمل كده هسيبها بقى 5 دقايق. هنبص مع بعض برضه على الكبد والقوانص بتاعتي، وهنسيبها لغايه ما تنشف زي ما انا قلت لك. وكده الاكل بتاعي هيكون يعني يعتبر 3/4 خلاص، لان انا هغسل الرز وهنحطه على طول مع البطاطس في الفرن. هيقعد ان شاء الله باذن الله معانا نص ساعه، هتكون الاكل بتاعتنا خلاص. بصي يا حبيبتي، دلوقتي قبل الكبد والقوانص ما تنشف، فهنزل ان شاء الله باذن الله بكميه من الميه بتاعتها اللي هي الشوربه بتاعتها، اللي احنا حاطين فيها الفلفل الاسود وحاطين فيها الملح، تمام. عشان كده اعملي حسابك لما يكون الاكل فيه ملح وهتضيفي حاجه على حاجه، خلي بالك من الملح اللي انت بتحطيه. طيب هتعملي ايه دلوقتي يا ميرفت؟ طبعا احنا عاملين مع بعض الطماطم في الفريزر، تمام، وانا طلعتها. فدلوقتي هنزل بكميه الطماطم بتاعتي والمرقه بتاعتي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. وهسيبها كلها مع بعضها دلوقتي كده على البوتاجاز، تمام. ودلوقتي انت سامعه كمان صوت الكبده والقوانص انها خلصت. لو الطماطم بتاعتي مش حمرا معايا، بس ديت بسم الله ما شاء الله احنا عاملينها بطريقه مميزه برضه، هتلاقيها عندك على القناه. هنسيب، بصي بقى الشوربه اللي انا خدتها من الكبد والقوانص ادت لون معايا بسم الله ما شاء الله، وهتدي طعم كمان. دلوقتي بقى هنسيب ديت كده، مش هدخلها في الفرن دلوقتي. انا عاوزه الطماطم ان شاء الله باذن الله انها تبقى مع البطاطس كده، تدي اللون الاحمر الجميل بتاعي، وبعد كده تبقى 3/4 سوا وندخلها مع بعض الفرن. دلوقتي يلا بينا نعمل الرز. بصي يا حبيبتي كده هنبتدي نعمل الرز مع بعض. انا هعمل ان شاء الله باذن الله في 2 طاجن، تمام. هنزل كده شويه من الرز انا غسلاه، طبعا كلنا بنعرف بنغسل الرز ازاي، وهقول لك على مقادير دلوقتي الرز برده واحنا بنعمله ازاي. هنزل هنا شويه وهنزل هنا شويه. عرفنا قبل كده وعملت معاكي الرز العادي وقلت لك على المقادير بتاعته، وعملنا قبل كده البرام برده، بس ما عملناش اللي هو بالكبد والقوانص. بصي يا حبيبه قلبي، هنزل دلوقتي بكميه من الكبد بتاعتي كده. قلت لك حسب ما انت عاوزه تحطي، يعني انا ما تشترطيش انا حطيت قد ايه، فانت عاوزه تحطي زي ما انا حاطه كده، لا عادي خالص، تمام. وهعمل كده، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونعمل كده وهنزل بالكميه التانيه. ما تنسيش ان احنا حاطين زي ما انا قلت لك ملح وفلفل، عشان على اساس لما تحطي باقي الحاجه بتاعتك. طيب انا هنزل دلوقتي برده بكميه الرز بتاعتي كده، هغطي كده اهو قدامك عشان تبقي شايفاني برده اهو، وهغطي الكبد والقوانص بتاعتي بسم الله كده. انا عاوزاه خفيف يا بنات، يعني مش عاوزه يبقى تقيل معايا الرز، فمش هكتر رز هنا كده اهوت، تمام كده. هننزل دلوقتي هعمل ايه؟ انا فاضل معايا رز هعمله فيه البرامات الصغيره، بس هيبقى اكيد من غير كبد وقوانص لان احنا كده خلصنا الكميه اللي معانا. دلوقتي انا هعمل ايه؟ بصي احنا هنحط ملح وفلفل اسمر عادي خالص، بس هعمل حساب ان انا كنت عامله قبل كده وحاطه ملح معايا. فهنزل دلوقتي على اللبن بتاعي وهحط كميه ملح صغيره كده، تمام. هنقلب بقى الملح مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم، وهقلب الملح بتاعي، تمام. وهننزل بكميه اللبن. بصي بقى انا هحط كريمه اللي هو وش اللبن اللي انا بشيله، وممكن احط حته سمنه كمان عشان تحمر لي البرام. لو انت عاوزه تقللي الدهون حطي سمنه بس او حطي كريمه بس كده اهوت. وهننزل مع بعض، هقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهننزل بكميه اللبن بتاعتي كده
بسم الله. طب يا ميرفت انت بتعرفي المقدار ازاي؟ حبيبه قلبي احنا قلنا قبل كده ان قدام كل كوبايه كوبايه رز مصري كوبايه وربع لبن او كوبايه وربع ميه. تمام. طبعا انا حطيت دلوقتي عندي اللبن بتاعي بالمقدار اللي انا قلته لك دوت. بصي يا حبيبتي كده انا عملت كمان الثلاثه الصغيرين دول. كده انا هحطه في الفرن. حطينا القشطه على الوش اهي. انا ما حطيتش سمنه كمان، كملت بقشطه. تمام. لو انت عندك عاوزه تحطي قشطه حطي، سمنه حطي، عادي. ديت زي ديت، خلي بالك بتدي نفس الطعم والتست بتاعه. دلوقتي انا هدخلهم الفرن، هياخدوا معانا نص ساعه، وهدخل معاهم كمان البطاطس عشان نشوف في الاخر ان شاء الله باذن الله الطواجن بتاعتنا شكلها ايه. بصي يا حبيبتي بسم الله ما شاء الله منظر الرز. طبعا الشكل من غير ما نقول. طبعا الثلاثه دول انا عملتهم بلبن بودر. تمام. ما عملتهمش بلبن لان اللبن عندي خلص، فعملت الثلاثه دول بلبن بودر. طبعا بصي بسم الله ما شاء الله اللبن البودر مطلع معايا الرز شكله ايه. دلوقتي وديت البطاطس اللي احنا عملناها كمان. الموضوع ما غابش معانا. يعني اقول لك حاجه في التحضيرات وفي الفرن خد نص ساعه. التحضيرات بتاعتنا ربع ساعه. لو انت شغاله، لو جالك ضيف على غفله، طبعا هتعملي احلى طاجن زي ما انت شايفه كده. مش هتشتريه من بره. وتشتري من بره ليه؟ الشعار بتاع قناه الكومي. هتشتري من بره ليه؟ لما انت تعملي كل حاجه بتوفير وتدبير من مطبخ ميرفت الكومي هنا. يا رب ان شاء الله باذن الله الفيديو يكون عجبك. لو عجبك الفيديو ان شاء الله باذن الله هتدوسي اعجاب، ولو انت مش مشتركه تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.